اليوم وجدت هاد المخمرات المعمرين وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم طريقه كيجيو زوينين ساهلين، والاهم انهم لذاذين مع شي كويزراتي هكا في العشاء. ما نعاودش ليكم. دوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كناخذ واحد المقيله كنقطعوا فيها البصله مع الفلفله. بالنسبه للبصله والفلفله على حسب الكميه اللي غديروا. انا درت 2 بصلات ودرت 3 الفلفلات، درت معهم القزبر ومعدنوس والعطريه غنخليكم كامله مكتوبه لتحت، وكنضيف هكا زويته. من بعد كنشحر الكل مزيان حتى كيتشحر لينا كيف ما موضح. كنبقاو هكا نشحروا فيه. من بعد كنضيفوا عليه الكفته. تقدروا ما ديروش الكفته غير هو بالكفته كيجي ألذ. كنضيفوا الكفته كيف كتشوفوا وكنشحروا الكل مزيان. من بعد كنخليوها على جنب حتى تبرد، وفي هذا الاثناء كنوجدوا العجينه اللي كندير فيها زلافه ديال الفينو مع 2 زليف ديال الفورص. كندير الملحه كندير الخميره وكنجمع الكل بالمية دافيه. انا هنايا د الكاسريه ماما الله يعطيها صحتها كيف كتشوفوا كندلكها مزيان. تقدروا ديروها في العجانه وكنحطوها ترتاح. من بعد ما كترتاح كناخذوا الفينو هكا كنرشوه فوق سطح العمل وكنبداو نديروا هكا كويرات. كنحطهم حتى كيخمروا وكندوزو كنطلقوهم غير شويه كيف كتشوفوا. كنديروا فيهم شويه من الحشوه وكنجمعوهم بهذه الطريقه. كنقلبوهم وكنحطهم فوق واحد المنديل حتى كيعاودوا يخمروا لينا. كنقرصوهم وكنبداو نطيبوا فيهم. انا طيبتهم هنايا في المقله الثقيله. كنبدا نقلب فيهم هكا وحده مورا وحده، وبالصحه والراحه كيجيو غزالين.